يكون بيجوا معايا. والتلفزيون القديم ده بقى ستايل ولا مزاج؟ بصي انا ما بدخلش اي حاجه البيت تتوصل بلوتوث او انترنت. حتى الكمبيوتر بتاعي بخلص الشغل واقفله. لا بقى مايكرويف توستر الحاجات دي على قديم. طبعا واضح ان كله على قديمه. ما عدا البتاع اللي في ايدك دي، قررت ما تتنازلش فيها عن التكنولوجيا ها؟ قال لي زرع اللي فيها ده. بصي يا هشام، انا جايه لك عشان اسال عن ده. ايه ده؟ انت جبت البحث ده منين؟ هيفرق معاك في ايه؟ البحث ده اترفض وما اتنشرش ومحدش ليه اكسس عليه غيرنا. غيركم مين بقى؟ جروب اتينا صح؟ ايوه. انت عارف انا مين؟ عندي فكره. مايا كانت بتجيلك؟ ساعات. ليه؟ عادي يعني، صحاب، نقعد ندردش، نتكلم في كل حاجه في العالم. وحكيت لي عنك كتير. هي مايا كانت بتشتغل معاكم على المشروع؟ لا. ايه المشكله؟ على طول بنخرج مع بعض كلنا. انما الصوره دي مالهاش اي دعوه بمشروع اتينا. مشروع اتينا، انا عايزه افهم المشروع ده بيتكلم عن ايه؟ انا قريته ما فهمتش منه ولا كلمه. فلتر، زي فلتر الميه كده. نعم؟ الجامعه كل سنه بيدخل لها فوق ال 100 مشروع. محمود عمل سوفت وير بيفلتر المشاريع دي، بياخد اللي عليها القيمه. هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ ايوه طبعا في حاجه اسمها كده. في دلوقتي بتكلمي تشات جي بي تي وبيفهمك. تقولي له ايه رايك في لبسي ويرد عليكي. نفس الفكره كده بالظبط. ايوه يا هشام، بس الكلام ده ما كانش موجود من 4 سنين. مين قال لك كده؟ كان موجود طبعا. وعشان كده محمود سابق عصره وسابق تشات جي بي تي ده شخصيا. طب بقول لك ايه، هو ممكن يكون مثلا حد دلوقتي واخد المشروع ده وبينفذه؟ فكره تنفيذه بقت اسهل بكتير. بس عادي ممكن يبقى حد عمل المشروع وطلع ملوش لازمه. طب فين بقيتكم؟ يعني سليمان ودينا راحوا فين؟ بعد ما محمود ما مات كل واحد راح في طريق. بطلنا نتكلم. مالهمش سكه يعني؟ ممكن تشوفي اي حد من دفعتهم لسه في الجامعه تساليه هيقول لك. قصدك حد من الدكاتره؟ زينه صبري. زينه؟